السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات حنان ام البنات. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحليوة او هذه الغريبية. كيف معروفة الغريبية المسفوية اللي كتجي اكثر من روعة. واحد تقرميشة، واحد ترميلة يعني مرملة ومذاق رائع. غنشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالها والاسرار ديالها باش تجيكم مشقه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخير باش ننجح معكم الوصفه. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وندوزو نوجدوا الحليوه ديالنا وبسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا فواحد القصريه غادي ندير فيها 250 غرام ديال الزبده العاديه ديال العبار. درت كاس ونصف من السكر سنيده، ودرت 2 كؤوس مع مرينش ديال الزيت النباتيه، يعني نقولوا كاس الا ربع. وغادي نضيف عليهم ايضا 4 حبات من البيض. بالنسبه اللي بغى ينقص من هذه الكميه هذه يدير غير النصف ديال هذه الكميه هذه ممكن. صافي هنايا غادي يعني كيف كتشوفوا عندي كاس من الكوك، عندي النوعيه الجيده، وعندي 3 اكياس من خميرات الحلوى غادي نخليهم فيما بعد. هنايا غادي ندوز نخلط هاد الزبده هذه مع السكر وسنيده وداك البيض. غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى كينسجموا العناصر مزيان. هنايا كما كتشوفوا انا ما خلطتش البيض والسكر بوحديتو عاد كنضيف شويه بشويه، لا يعني خلط الكل دفعه واحده. يعني هنايا ماشي صابلي اللي خاصنا يعني خاصنا نخدموا الزبده مزيان مع السكر، عاد كنضيفوا الكميه او المقادير المتبقيه. اما هاد الغريبيه هذه او هاد الحلوه هذه راها سهله، ويعني ما كتحتاج شي تعقيدات، يعني ما فيهاش شي تعقيدات ولا عادي، يعني كتخلطوا الكل ودفعه واحده. من بعد ما خلط ديك الزبده مزيان مع السكر والزيت والبيض، ضف داك الكاس ديال الكوك. كيف قلت لكم عندي انا هنايا كوك النوعيه الجيده داك الميدم. صافي كنخلط هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى كتذوب ليا الزبده والعناصر كلها كتخلط مع بعض. كنبدا نزيد الدقيق بالتدريج. صافي هنايا كنبدا نزيد الدقيق، انا ما عبرتش معكم سمحوا لي، يعني الدقيق حسب الخليط. صافي دابا غادي نضيف دوك الاكياس من خميره الحلوى. كيف ذكرت معكم عندي 3 اكياس من خميره الحلوى. صافي وكنبدا نخلط باطراف الاصابع. كيف عارفين الحلويات كلها كنخلطوهم باطراف الاصابع، ما كيحتاجوش اننا نعجنوهم ولا ندلكوهم. صافي كنبدا نخلط باطراف الاصابع وكنزيد دقيق شويه بشويه. كما كتشوفوا كنزيد دقيق شويه بشويه وانا كنخلط باطراف الاصابع، يعني ما ضفتش الدقيق دفعه واحده ولا كنضيف كميه كبيره باش يعني العجين ما يجينيش قاصح ويعني يضيع ليا. هكا كتحكموا في قوام ديال العجين. صافي كنستمر هكا حتى كتجمع ليا العجين كله ويعني كيتشكل الخليط كيف بغيت انا. وهذا هو القوام ديال العجين كما كتشوفوا هانتوما، يعني ما كندلكوش غير كنجمعو باليدين فقط، يعني غير كندي ونجيب يعني كما كنقولوا. وهذا هو القوام ديال العجين كما كتشوفوا. دابا غادي نديرو فواحد الكيس بلاستيكي وغادي نخدم يعني بالكميه اللي كنحتاج فقط باش ما يبسش ليا. يعني ضربوا الريح وغادي تيبس ليا العجين.
صافي هنايا خديت واحد يعني واحد الطاوه اللي فرشت لها ورق الطبخ، وهنايا عندي الميزان. غادي يقولوا لي البنات دائما عاود الميزان، ولكن صراحه البنات الله غالب، انا كنبغي الحلويات ديالي دائما نوزنهم باش يجيوني شكل واحد وقياس واحد وعبار واحد، يعني ما كنبغيش تجيني يعني شي كبير شي صغير شي كنحاول انني يعني كنوزن هكا في الميزان. واللي ما عندهاش الميزان يعني كدير عينها ميزانها، واللي الميزان كيعطلها كدير شغلها، يعني اللي كيعاونها، يعني كتشكل هكاك عادي كيجيها اسهل. انا العكس، انا واخا الميزان كيقولوا لي بعض ديال البنات راه كيعطل، يعني كيدير لنا الوقت نوزنو نعبرو نوليو يعني نبسطو، بالعكس انا عندي عادي يعني الميزان عادي ما كيديش ليا الوقت. المهم البنات كل وحده ويعني دير اللي كيريحها. صافي كما كتشوفوا انا كنشكل هكا كويرات يعني صغار، وكنديرهم هكا في صفيحه ديال الفرن. يعني كنبعد شويه، يعني مازال غادي ينطفخوا ليا شويه، وكل كويره كندير فيها تقريبا 20 غرام. صافي هانتوما كيف كتشوفوا كنشكلهم بالطريقه. عفوا العجين كندير فيه 25 غرام في كل كويره. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنعمر يعني الصفيحه ديال الفرن كلها. الفران راني شعلت ليه من قبل، يعني بدا كيسخن على 250 درجه. غير غادي ندخل الحلوه الطيب، كنقص العافيه، وطبعا العافيه غادي تكون من فوق الحلوه باش تشقق ليا، عاد غادي نشعل العافيه من التحت باش تحمر الطيب. صافي هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما شكلت الحليوه ديالي، هنايا عندي كما كتشوفوا عندي قهوه سريعه الذوبان مع انقطاع ديال الماء، بها اللي كندهن هاد الحليوه هادي، ما كنحتاجوش اصفر البيض. واللي بغى يدير اصفر البيض مع انقطاع ديال القهوه سريعه الذوبان ممكن، ولكن الوصفه الاصليه كتدهن غير بالقهوه سريعه الذوبان فقط. كندهن هكا بهاد البانسو الصغيور باش من يعني باش ما يهبطش ليا داك الخليط الحلوه لتحت ويتحرق ليا فاش تكون كطيب. صافي كنستمر بحال هكا حتى كندهن الطاوات اللي عندي كلهم. عاد غادي ندوز نزينهم باللوز، بحبه ديال اللوز. صافي من بعد ما دهنتهم دابا غادي ناخد اللوز حبه هكا كنديرها في الوسط وكنضغط عليها هكا بالاصبع باش تلصق ليا والحلوه تفلح ليا شويه. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنسالي. كيف قلت لكم الفران درتو كيسخن على 250 درجه. غادي ندخل الحلوه للفران ديالي، غادي تكون العافيه من الفوق حتى تشقق، وكنشعلوا ليها العافيه من التحت باش طيب وتحمر لينا. من بعد ما طابت الحليوه ديالنا هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. جات مشقه، جات زوينه بزاف ومرمله ومقرمشه. وصفه صراحه رائعه جدا، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنتمنى ان شاء الله يعني الوصفات ديالي تكونوا كتستافدوا منهم. بعض التعاليق صراحه والله العظيم لا كيفرحوني وكيخليوني انني نزيد للقدام وما نيئسش ونعطي كتر وكتر. بعض التعاليق الصراحه والله العظيم الا كيفرحوني بزاف، واخا كنستسلم وكنفشل يعني كنقول صافي نسمح يعني ما عنديش شي مشاهده اللي عاليه، ولكن بعد التعاليق والله العظيم الا كنلقى ناس بصح متبعيني وكيجربوا الوصفات ديالي كيفرحوني بزاف بزاف والله العظيم. شكرا لكم البنات اللي كيتبعوني من قلبهم وكيخليو لي تعاليق زوينه، كنشكركم بزاف بزاف الله يخطيكم عليا. وهنايا كيسالي الفيديو ديالنا الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.